تغطية موجودة. الآن الهجوم السريع في محاولة لفريق الدفاع، تلعب كرة عرضية، فرصة والهدف. الهدف يأتي لفريق الدفاع، دفاع الحسن الجديدي. فريق الفارس يسجل بلمسة كانت حاسمة هذه المرة. يخترق الدفاع الرجاوي بنجاح. أيوب نناح يمنع فريق التقدم. اختراق ممتاز من أيوب نناح، يضع كرة في المرمى، مانح عن فريق الدفاع الأسبقية. الثالثة ثابتة أكيد من خلال محاولة ثالثة وصل من خلالها فريق الدفاع إلى مرمى الرجاء. تتغير النتيجة وفريق الدفاع الحسن الجديدي يصل إلى مرمى الرجاء بسهولة تامة. شوفوا الإعادة، تمريرة من حميد باتجاه انطلاقة أيوب نناح. يعود فريق الرجاء في الشوط الأول للمباراة ويدرك التعادل. كرة تلعب بشكل مقوس داخل منطقة التعادل، هو التعادل بفضل رأسية رائعة جدا على مستوى القائم الثاني. تمكن جواد اليميق من إدراك التعادل. جواد كرة طار لها وأسكنها الشباك، صاحب طول قامة. يتمكن جواد من إدراك هدف العودة. فرحة الجمهور الرجاوي بهدف التعديل. فريق الرجاء يرجع للمباراة 1-1 من خلال كرة ثابتة. كرة تلعب على مستوى القائم الثاني وجواد يميق يفاجئ. الهجوم لفريق الدفاع، كرة ممتازة والثاني. الهدف الثاني في خدمة كبيرة، خدمة كبيرة كبيرة كبيرة. والهدف الثاني لفريق الدفاع. يلعب بالنار الرجاء من خلال دفاع متقدم، ما فيش عمق دفاعي. يضرب فريق الرجاء هذه المرة. الهدف يأتي عن طريق حميد أحداد إغالة أنس السنيتي. النتيجة تتغير في آخر لحظات الشوط الأول. مرة أخرى يضرب دفاع فريق الرجاء، ما فيش ليبرو، ما فيش مدافع يقوم بالعمق. خط الواحد سلاح ذو حدين، ولكن لم ينجح الرجاء. شاكر عبد الرحيم في التنفيذ. شاكر يلعب كرة مقوسة، الكرة تبعد. حضراف كنترول من زكريا حضراف لاعب السابق لفريق الدفاع. والتعادل ياتي. يسجل الرجاء هدف عكسي من نيران صديقه. ياتي الحل، ياتي التعديل للرجاء. الرجاء يدرك التعادل. النتيجه 2-2. كره كانت من ياجور استلم كره داخل المنطقه، مررها لتضرب مدافع فريق الدفاع الجديدي. النتيجة 2-2. هدفين 4 أهداف في هذه القمة. أيمن كان في محله، بدر يلعب كرة وسط الميدان. الانطلاق لفريق الرجاء، إيقاع المباراة السريع في الشوط الثاني. هذا ياجور ينطلق. محسن يراوغ، محسن سدد، محسن رائع جدا من زاوية صعبة وضيقة جدا. محسن ياجور يذكرنا بانطلاقاته في المونديالات 2013، انطلاقة رائعة جدا. ويزور شباك فريق جديدة بالهدف الثالث. الرجاء يأكد قوة الشخصية، يأكد أنه الكبير يمرض ولا يموت. الرجاء رغم الغيابات المؤثرة، رغم الضائقة المالية والظروف الصعبة، ولكن الرجاء الفريق الكبير يكبر مع المباريات. أمامنا ياجور انطلق، ياجور مر، ياجور سدد، ياجور يسجل. محسن رائع جدا.